السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين السمك الجميل والقمر ده بتتبيلة جديدة وطريقتها سهلة جدا وطعمها حكاية. تعالى اقولك انا عملتها ازاي. اول حاجة معايا ان انا اشتري السمك بتاعي الحجم اللي انت عايزاه. عايز تشتري حجم كبير تشتري وسط، صغير، ده يرجعلك انت. اهم حاجة في السمكية وانت بتشتريها ظهرها يكون ناشف، الخياشيم بتاعتها تكون حمرا. بتجيبيه وتفتحي البطن بتاعته وتغسليه كويس قوي وتشيلي الزفارة اللي فيه. وبعد كده لو السمكية كبيرة معاكي هتبدأي ان انتي تقطعيها 3 بالشكل دوت، تعملي لها فتحة كده، فتحات كده في ظهرها بالشكل ده علشان التتبيلة بتاعتي تدخل في قلب السمكية. ده لو انتي هتسيبي السمكية زي ما هي، مش هتسيبيها زي ما هي هتقطعيها نصين، ممكن تعملي فيها فتحة واحدة بس عشان التتبيلة تدخل فيها. اخلص بقى بقية الكمية بتاعتي بالفتحات بالشكل ده كده اهيت بالشكل ده، وهبدأ ان انا اركنها واعمل التتبيلة معاكم. جبت بقى دوت قرن شطة، عايزاه حامي او بارد ده يرجعلك انتي. انا حطيته في الكبة بتاعتي كده، قطعته وحطيته. ممكن تعمليها في الهون. هجيب برضو شوية توم كده كويسين، انا عشان معايا كمية، لو انتي مش معاكي كمية ممكن تحطي التوم دوت على حسب الكمية اللي معاكي، كمية السمك. جبت معلقة الهريسة، مع الهريسة دي احنا عملناها مع بعض. وجبت بقى ليمونتين كده حلوين، كبار. السمك بيحب الليمون الكتير. لو الليمون بتاعك صغير حطي 3، كبير حطي 2 زي ما انا حطيت كده. ومعايا بقى هنا عودين خضرة. السر بقى اللي في التتبيلة بيخلي التتبيلة طعمها حكاية، مية البصل. مية البصل بتخلي التتبيلة تحفة. تبشري بصلاية وتاخدي ميتها وتحطيها البهارات بتاعتك بقى، بهارات سمك كبيرة ومعلقة ملح، معلقة ملح. ضربتهم بقى في الكبة بالشكل دوت. انا بحب خلطة السمك ناعمة، محبهاش خشنة، عشان لما بتبقى خشنة بتتحرق في قلب الزيت، فيفضل ان هي تبقى ناعمة. جبت طماطمية، هبدأ ان انا اقطعها مكعبات على على الخلطة بتاعتي. خلصتها بقى مكعبات بالشكل دوت، وهقلبها كويس اوي مع بعضها، بتدي طعم تحفة. او ممكن انتي تضربي الطماطمية في قلب الكبة برضو، مفيش مشكلة. جبت السمك بتاعي بقى، وبدأت ان انا احشي السمكية بتاعتي كويس اوي من بطنها ومن الفتحات بتاعتها. دخل التتبيلة جوه كده عشان اللحمة بتاعت السمكية تتشرب من التتبيلة وتبقى طعمها حكاية. التتبيلة دي يا جماعة تحفة بجد، بتخلي السمك طعمه حكاية. خلصت بقى بقية السمك بتاعي والكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، والباقي التتبيلة حطيتها على السمك، وبدأت ان انا اقلب السمك بالتتبيلة دي وهركنها ساعة. عقبال بقى ما تقعد شوية. هبدأ ان انا اجيب الدقيق واحط عليه معلقتين من النشا، معلقتين كبار كده من النشا، بيدي قرمشة جميلة قوي للسمك بتاعي. وهبدأ ان انا اجيب بهارات، دي بهارات مشكلة او بهارات من بتاعة السمك. هبدأ ان انا احط شوية كده على الدقيق، بيدوا تطعيمة برضو للكفر اللي بره، خلي طعمها حلو. هقلبها كويس قوي مع بعضهم كده. بعد ما قلبتهم بقى والسمك قعد معايا شوية في التتبيلة، يعني قعدوا شوية حلوين كده، بدأت اجيب السمكية الله اكبر معايا كانت كبيرة، بس انا مكنتش حابة ان انا اقسمها. جبتها بقى بالشكل ده وبدأت ان انا ابدرها كويس اوي. بتبدأي ان انتي تبدريها بالدقيق، من اليمين ومن ناحية الشمال، تضغطي كده عليها بايديكي. بصوا انا هنا حاولت بصراحة، يعني كانت البولة بصراحة كانت صغيرة معايا شوية، بس بدرتها. بدأت ان انا بقى ايه انفضها كده من الزوايد بتاعة الدقيق بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اكون بقى محضرة معايا انا حطيت هنا صينية، حطيت فيها زيت، شوية زيت حلوين، وسبتهم ان هما يسخنوا، وقليتها وبدأت ان انا ايه
اقلبها من وقت للتاني بالشكل دوت عشان تستوي من الجنبين. لو السمكة كبيرة يفضل ان انتي بعد ما الزيت يسخن توطي عليها النار عشان لحمها يستوي، ما تبقاش بس واخدة لون بس مش مستوية. خلصت الكمية بقى بتاعتي، شايفين القمر بعد ما قليته تحفة جميل جدا. متنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.